ايه رايك بقى تيجي نخش في الحته اللي هنسمع عليها كلام مش لطيف؟ ايه رايك في العربيات الصيني بوضعها الحالي في السوق؟ ليها حصة كبيرة من السوق. كل العربيات فيها اي بي اس مثلا. لا، وحد جرب؟ جرب تركب الاي بي اس بتاع الالماني والاي بي اس بتاع الكوري والاي بي اس بتاع الامريكي والاي بي اس بتاع الصيني. بس انت حكمت ان العربيه دي ممتازه بناء على تجربتك اللي قبلها اللي هي سيئه جدا. مش كلهم زي بعض. انا واحد من الناس، وده برضو جايب لي كلام كتير، انا مش معترف بس بعربيه زي تويوتا كرولا. المصريين بيدوروا على ان هو كل اللي راكب عربية هي دي احسن عربية في العالم. ايه فكره ان العربيات الصيني كلها شغاله بنفس المواتير ال 1500 تربو؟ انا مقدرتي كده. سمعه الالماني سيئه. فيها تراكشن وادابتيف ولين كيب، بيعرف يقرا الكتالوج كويس، حلو جميل. ليه بنهرب من تكنولوجي الالماني وبنروح لتكنولوجي الصيني؟ لما بتيجي حد يقطع الطريق، الاختبارات الناس بتعملها بتشيل اللي بيعدي. او ان انت تروح تشتري عربيه مستعمله وتضحك عليك. ما هي دي المصيبة. في قابليه غير طبيعيه على فكره ان انا اركب عربيه لسه نازله محدش عارف عنها حاجه. فللاسف هم حتى مش عارفين يقنعك. انت مش هتعرف تقنعني بحاجه انت نفسك مش مقتنع بيها. انت بتسوق، انت بتبيع. ايه رايك في التنظيف الكربوني؟ ايه لازمتها؟ طب ايه رايك في الناس اللي بتلغي علبه البيئه؟ ده كتير بتحصل. تولع البيئه. ايه رايك في موضوع زيت الطيارات الاسود ده؟ ليه كده؟